جمعوا الكراسة وقربوا عندها الدراري. ها واحد الحجاية من قاع الخابية، فيها الخلعة وفيها الهيبة وفيها لالا عيشة اللي كيترعدوا منها الرجال قبل الصغار. كان يا ما كان في قديم الزمان حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبيل عدنان. شكون فيكم ما سمعش بعيشة قنديشة، ديك المرأة اللي ساكنة في الخلوة حدا الوديان والعيون اللي ما كيقطعها بنادم غير في ضوء القمر. كيقولوا كانت غزالة، شعرها كحال وطويل كيسيل مع كتافها، ولابسه قفطان بيض كيشعل بالنور، وريحتها المسك والجاوي كتدوخ الراس. ولكن يا وليداتي الزين ما كيكملش. عيشة قنديشة عندها واحد السر كيخلي القلوب تضرب. هي وجهها وجه مرأة، ولكن رجليها هي رجليها اللي شاف تحت قفطانها كنبانوا ليه رجلين ديال المعزة. وباش تخبي هذا السر كانت كتمشي غير بالليل، وإلا بغات تفتن شي حد كتمشي قدامه وهي كتجر سلاسل من الذهب كيديروا طين طين طين. وهنايا الحجاية كتولي زوينة. كيقولوا جدادنا باللي عيشة كانت مرأة حقيقية شجاعة وبطالة. فاش هجموا البرتغيز على بلادنا زمان قتلوا ليها راجلها وعائلتها، هي ما سكتاتش، لبست البيض وطلقات شعرها وبقات كتخرج ليهم بالليل وسط الغابة. العسكر ديال العدو كيشوفوها كيسحب ليهم جنية، كيهربوا ويخليو سلاحهم من الخوف. هي كانت كتحمي البلاد بالهيبة ديالها. ودابا سمعوا مزيان، لالا عيشة واخا واعرة كاينه حاجة وحدة اللي كتخاف منها، النحاس والعافية. اللي لقى راسو وجهها الوجه معاها كيجبد غير موس ولا ساروت ديال الحديد ولا كيشعل العافية وهي كتذوب بحال الملح وسط الماء. وها خريفتي مشات مع الواد وبقيت انا مع وليدات الجواد. دابا اللي سمع شي تقشقيش في الزنقه بالليل ما يقولش راه القط، يفكر في لالا عيشة ورجليها.